هل عندك علم في المفاصل؟ هل الروماتيزم يرجع للحركة الصعبة؟ هل تريد طعاما صحيا وسهلا يساعدك؟ أقدم لك طبقا صحيا لتخفيف هذه المضاعفات. الدال الهندي. الدال عدس مطبوخ مع توابل، وهو مفيد جدا لمرضى الروماتيزم. مكوناته معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات. يساعد الكركم والزنجبيل والثوم وزيت الزيتون على تخفيف الألم في المفاصل. العدس غني بالبروتين، وهذا مفيد للصحة بشكل عام. قد يؤدي الروماتيزم إلى أمراض القلب والرئتين. تدمير دائم للمفاصل يؤدي للحاجة إلى الجراحة. يمنع الألم الكثير من المرضى من النوم، وهذا يضر بصحتهم النفسية. التعيش مع مرض مزمن صعب، والكثير من المرضى يشعرون بالعزلة والحزن والإحباط، أو يطورون مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق. إذا كان المرض خطيرا، لن يستطيع المرضى أن يعملوا أو يعيشوا مستقلين. كمرض مزمن لا يوجد علاج للروماتيزم، لكن من الممكن تحسين جودة حياتك. الدال طبق قديم من الهند. الناس يطبخونه منذ آلاف السنين. في الهند كثير من الناس لا يأكلون اللحم، لذلك الدال مهم جدا لأنه غني بالبروتين، وهو ليس طعما فقط، فهو جزء من ثقافة الهند. الناس يطبخونه في البيت في الأعياد. التوابل في الدال لها طعم طيب، وهي أيضا مفيدة للجسم. في الطب الهندي القديم الكركم والزنجبيل والكمون تستخدم لعلاج ألم المفاصل. في الهند هناك مثل يقول: العدس في الطبق راحة في الجسد. هذا يعني العدس يساعد الجسم ليشعر بالراحة. كل طعاما صحيا ومارس رياضة مناسبة لك. استمع إلى جسمك وتكلم كثيرا مع طبيبك. جرب طبق الدال واستمتع بنكهته وفوائده. مفاصلك ستشكرك. وإذا كنت تعرف وصفات أخرى مفيدة للروماتيزم شاركنا بها.